السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات سلسلتنا الجديدة، هي سلسلة عقوق الأبناء للآباء. سلسلة مؤثرة هنتكلم فيها من القلب، هنفتح ملفات مقفولة ومسكوت عنها. ناس كتير قوي طلبت مني إن أنا أتكلم عن الموضوع ده، والنهاردة بنبدأ بأول وأهم صورة من صور العقوق ناس كتيرة بتعملها وهم مش حاسين بيها، والسلسلة دي بعنوان صوتك عالي ليه. في يوم من الأيام كنت قاعدة مع ست كبيرة كده في السن، طيبة وشها بشوش. قالت لي أنا مش زعلانة إن ابني بيزعقلي، أنا زعلانة إن هو نسيني. الكلمة وجعتني أنا شخصيا، ما بالك هي كان شعورها إيه، كان إحساسها إيه؟ يا ترى كم مرة صوتك على أبوك أو أمك؟ يا ترى كم مرة عصبت عليهم؟ كم مرة اتنرفزت ونسيت ان اللي قدامك مش واحد صاحبك، ده ابوك او مامتك؟ في ناس كتيرة فاكرة ان العقوق ده بالضرب او بالشتيمة. لا، العقوق مش بالضرب والشتيمة، العقوق بالكلمة اللي انت بتقولها، من نبرة صوتك، الكلمة اللي انت بتقولها بحدة، من صوتك العالي وكلامك باسلوب مش احسن حاجة معاهم، من الطريقة اللي بترد بيها على أبوك وأمك. ربنا قال في كتابه العزيز: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف دي لوحدها عقوق، فما بالك من صوتك العالي والصريخ والإهانة والأسلوب اللي بتتكلم بيه مع أبوك أو مامتك. تيجي أحكي لكم قصة واقعية حصلت. في شاب كان كل ما يكلم باباه لازم يرفع صوته عليه، كل ما يتكلم لازم يتكلم بزعيق، صوته عالي، يعني بنقول بيشخط في والده وهو بيكلم. الأب كان ساكت ما بيقولش أي حاجة. وفي يوم الشاب ده صحي على صوت بكاء شديد من غرفة والده. دخل الغرفة ولقى باباه قاعد بيبكي وبيقول: كنت بحلم ابني يكون راجل. نركز في الكلمة، كنت بحلم ابني يكون راجل، مش بس راجل بجسمه، لا، بكلامه واخلاقه وطريقته معايا. وقتها الولد انهار، بس كان بعد ما اتكسر حاجة جوه الاب، ودي الحاجات اللي عمرها ما بتتصلح بسهولة. زي ما بنقول كده بعد فوات الاوان، يعني زي بعد ما الوقت فات خلاص انت رجعت ندمان، بس بعد ما جرحت والدك واذيته هتحاول، بس مش بسهولة. باباك هينسى الموضوع ده. برك مش بالكلام الحلو بس، برك في نبرة الصوت، في الهدوء، في الاحترام. الأب مش طالب منك حاجة، مش طالب منك هدية، مش طالب منك فلوس، هو طالب بس منك انك تحترم صوته جواك وتحترمه وهو بيتكلم. هسألكوا سؤالين وعايزة رد منكم تحت في الكومنتات عليهم، وتشاركوني برضو برأيكم. تمام؟ هل فكرت في يوم ان نبرة الصوت بتوجع اكتر من الكلام نفسه؟ والسؤال التاني: هل صوتك خلاه يسكت؟ هو لو سكت فهو سكت وجعا مش خوف. انتوا ايه رأيكم في السؤالين دول؟ في الحلقة الجاية هنتكلم عن صورة تانية من صور العقوق، مش باللسان ولكن بالأفعال، وهي بعنوان نسيته في الزحمة. استنوني في الحلقة الجاية، وشكرا لمشاهدتكم. وما تنسوش تشاركوا الفيديو لو حسيتم بقيمته، وتدعوا لوالديكم اذا كانوا احياء او اموات. وشكرا لكل اللي اتفرجوا على الفيديو ده. كانت معاكم فرحة من قناة منوعات فرحة وذوي الهمم، ومع السلامة.